الشباب اليوم باغي يشري السكن، كنعرفوا انه كاين واحد الدعم اللي دار 10 المليون ديال قل من 30 مليون، وما بين 30 و 70 مليون 7 المليون، ولكن زادت حاجه جديده اللي هي واحد التخفيض في السكن. الدعم ديال السكن للتخفيضات على مستوى المشاريع ديال العمران، كاين 5% تخفيضات على المشاريع العمران سواء كانت شقق او بقع ارضيه، وكذلك الا كان العمران دايرين عرض هما دايرين تخفيض، دايرين اون بروموسيون، فكتكون كيستافد كذلك الشاب تما من واحد التخفيض ديال 2%. باس جون حاجه زوينه، شكون غادي يستافد؟ واش هو كارطه ولا ابليكاسيون؟ لاول مره في تاريخ المغرب هناك برنامج يستهدف الشباب بشكل مباشر. هي واحد التطبيق رقمي اللي غيمكن الشباب على انهم يحصلوا على مجموعه من التخفيضات، وكاين بعض الخدمات بالمجان على مستوى العديد من الشركات ومن المؤسسات. باس جون غادي يستافدوا منه الشباب اللي عندهم بين 16 و 30 سنه، بغض النظر على واش طلبه ولا عاطلين ولا كيخدموا، يعني هو مفتوح لكاع الشباب ما بين 16 و 30 سنه. الطريقه ديالو هي انك تحمل التطبيق على الهاتف ديالك، كتسجل المده ديال بين 3 ايام و 7 ايام كتجيك لا فاليداسيون. شنو هي الامتيازات اللي غادا تكون ان شاء الله او اللي كاينه في هذه الابليكاسيون هذه باش الشباب ينستاليها؟ كيف ما قلنا ما بين 16 و 30 سنه. عندك 15% تخفيضات على القطار، ثانيا عندك 12% على الحافله على مستوى الموقع ديال مركوب.com، عندك تخفيضات 30% في الترامواي، عندك الولوج للمتاحف بالمجان، كاين 30% ديال التخفيضات على القاعات السينمائيه اللي بارمين معاهم شراكه الوزاره الوصيه على القطاع ديال الشباب، عندك كذلك خدمات بنكيه على مستوى القرض الفلاحي والبريد بالمجان للشباب، كاين كذلك 50% على مستوى ملاعب القرب، كاين تكوينات مجانيه اللي كينظمها اليونيسف، وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولانابيك. شكون قال لي بانه هذا الباس جون هذا ما غيكونش فيه باك صاحبي؟ هذا الباس هذا ما يمكنش كاع يكون فيه باك صاحبي، لانه مفتوح للعموم، لانه كاين فيه شرط واحد هو السن، فبالتالي علاش غيكون فيه باك صاحبي؟ ما كايناش اليه اللي غادي تخلي انه يكون باك صاحبي.